السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على الأنتريه اللي انتوا شايفينه ده. طبعا دوت طقم أنتريه تركي. بيتعرف ازاي التركي، أو عشان تبقوا انتوا فاهمين ايه الشغل التركي. الشغل التركي اللي هو بيبقى أغلبيته كله عالي، الرجل بتاعته عالية والخشبة اللي فوق دي بتبقى رفيعة. ده أغلبية الشغل التركي. إما اللي هو حتة واحدة زي مثلا الركنة دي كده، او انتريه بيبقى زيها نفس العلو ده بيتقال عليه امريكان. زي ما انتم شايفين كده الطقم التركي اللي انتم شايفينه. طبعا زي ما انا بتعامل في شغلي كله، اقل حاجه بتتحط فيه كثافه 40، سواء في السفنج في الظهر او في القعده. طبعا هو احلى حاجه فيه اللي هو شغل مودرن، شغل كله بسيط، ما فيهوش تفاصيل ياما، ما فيهوش اللي هو البروز بتاع الكوتيلات سواء في الشلت او في الظهر. ده بيدي بساطه في الشغل، واللي هو يعتبر المودرن السيد في السوق حاليا. طبعا هو شكله اوزي وبسيط. ده من حلاوه الشغل اللي هو التركي، بيبقى حاجه ملمومه، غير اللي هو فيه ضخامه سواء في دراع او كده بيبقى فيه دوران او الكلام ده. انما هو زي ما انتم شايفين كده حاجه ايه صغيره وجميله. طبعا ده سفنج 40 تحت منه فايبر، وده تشييش قطن في الظهر. وزي ما انتم شايفين كده الانتريه بيتكلم على نفسه، هو 2 كنبه وتي واحد. يا ريت اللي ما عملش لايك او شير يعمل لايك وشير. كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عارف.